بيبدأ الفيلم بجاك وعيلته اللي بيكونوا عاملين مخيم في الجبل بالليل، وفجأة بيلاقوا ضوء نازل من السماء وبيعمل صوت جامد لما بيخبط في الأرض. فيقول جاك لمراته ليلي تقعد مع تشارلي ابنهم وهو هيروح يشوف في ايه، وياخد جاك عربيته ويروح للمكان اللي نزل فيه الضوء. فيقابل جاك في طريقه واحد اسمه ايرونز ويطمن عليه، وبيعرف ان ايرونز ضابط من القوات الجوية ووقع بمركبته الفضائية. ويروح جاك وايرونز للمركبة ويلاقوا جهاز او جسم كروي خارج من المركبة، وبيقف الجسم الكروي قدام ايرونز، بس بيرفض الجسم ان يخلي ايرونز يمسكه، وبيقف قدام جاك ويقبله ويخليه يمسكه. ولما جاك بيمسك الجسم الكروي بتتدمر المركبه الفضائيه وبيقع ايرونز من قوه الانفجار، بس جاك بيتكون حواليه درع او مجال مغناطيسي يحميه من الانفجار. وبيتحول جاك لبطل خارق اسمه جارد، وبيتكلم الاعلام عن عمليات الانقاذ اللي عملها جارد في بلاد مختلفه وبتبقى مجهوله هويته للناس. وبعد مرور 10 سنين بيقابل تشارلي زميلته مايا في المدرسه اللي بتكون لسه راجعه من تركيا، ويكون تشارلي عارفها من زمان عشان كانت معاهم قبل كده في المدرسه. وبيشتكي تشارلي لصاحبه برجر ان ابو جاك دايما مشغول عنه في مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات، وبيكون تشارلي مش عارف ان جاك ابوه هو جارد. وفي ماتش البيسبول بيخلي المدرب تشارلي يلعب قصاد زميله فورست، وبيحدف تشارلي الكرة وبيصدها فورست بالعصايه فترجع تخبط في بطن تشارلي. وبيوصل تشارلي البيت وبتكون امه بتتابع اخبار البطل الخارج في التلفزيون، وتسال ليلي ام تشارلي هل جهز شنطته عشان يروح يقعد مع ابوه في يوم الاجازه. فيقول لها تشارلي ان جاك ابوه مش هيجي عشان على طول مشغول. في الوقت ده بيتصل جاك بمراته ويقول لها انه مش هيقدر يجي النهارده، وبتقول له انها تعبت من كل الاعذار دي قدام تشارلي. فيقول لها جاك ان شغله عايز كده، بس ليلي ام تشارلي بتقول له انها هتوصل تشارلي ليه الساعه 6 في بيته. ويلاحظ تشارلي ان امه متضايقه فيقول لها اكيد جاك مشغول ومش جاي. فتقول له ليلي ان جاك عايز يشوفه. في الوقت ده بيتذاع في الاخبار ان ارجون صاحب شركه اجهزه دفاعيه بتخسر بسبب وجود جارد. وبيقابل جاك ابنه ومراته، بس تشارلي بيبقى زعلان منه جدا عشان ما بيردش عليه في التليفون وبيشوفه قليل. وبيدي جاك لتشارلي هديه عيد ميلاده وبتعجب تشارلي جدا وبيلعب بيها مع جاك ابوه. بس بتيجي مكالمه لجاك ويبقى لازم يمشي حالا. فيزعل تشارلي ويقول لجاك انه عارف ان شغله اهم منه. فيقول له جاك ما يزعلش وانه هيجيله بعد يومين ويكملوا لعبه مع بعض. وبيقول جاك لتشارلي انه لازم يمشي وما ينفعش يقعد لوحده. فيقول لتشارلي انه هيتصل بامه، بس تشارلي بيتصل بصاحبه برجر وما بيتصلش بامه عشان بيكون مش عايز يروح دلوقتي. وبيمشي جاك ويكمل تشارلي كلامه مع برجر صاحبه ويقول له يجي له عند بيت ابوه. وبيجي برجر ومعاه مايا وليزي ويسال تشارلي جابهم ليه معاه. فيقول له برجر انهم جايين يقعدوا معاه علشان ما يبقاش لوحده. وبيسند تشارلي على الترابيزه وهو بيكلم مايا وبيلعب بالكرات المعدنيه. فيتفتح مكان في الحيطه فيه بوابه، بس بيكون في رقم سري لازم يدخلوه عشان البوابه تتفتح. فيبدا الاولاد يجربوا ارقام عشوائيه. فتجرب ليزي تاريخ ميلاد تشارلي فتتفتح البوابه ويلاقوا اسانسير وبينزلوا بسرعه كبيره المكان تحت البيت. وهناك بيلاقوا مقر البطل جارد وبتنور انوار المقر وتبدا الشاشات تشتغل. وبيشوف تشارلي واصحابه المهمات اللي جارد عملها. فيشك تشارلي ان ابوه بيشتغل لحساب جارد، بس ماي بتاكد له ان ابوه هو جارد نفسه.